في فرق كبير أوي بين اللي بيعمل 10,000 جنيه في الشهر واللي بيعمل 100,000 جنيه في الشهر، وهي مش عدد ساعات شغل أكتر، بس هي عادة واحدة بتتعمل كل يوم. اللي بيكسبوا أكتر بيخصصوا كل يوم ساعة واحدة لحاجة اسمها التفكير الاستراتيجي، مش للتنفيذ بس. بيسألوا نفسهم 3 أسئلة. أول سؤال: إيه أهم حاجة ممكن أعملها النهاردة تساعدني إن أنا أضاعف الدخل بتاعي بكرة؟ تاني سؤال وده مهم جدا: ايه الشغل او المهام او التاسكات اللي عندي في شغلي اللي ممكن افوضها لحد غيري؟ عشان ده بيديك مساحة اكتر ان انت تعرف تفكر على المشروع او الشغل بتاعك. تالت سؤال وهو: ايه النظام اللي ممكن ابنيه علشان ابقى ماشي عليه كل يوم، وعلشان لو جبت حد جديد يشتغل معايا يخش على النظام ده على طول من غير ما يبقى فيه فجوة كبيرة بيني وبينه. لكن مشكلتنا ان اغلبنا بيقضي معظم اليوم في رد فعل وتنفيذ الشغل بس، من غير ما يفكر ويبص على الصورة الاكبر. وللأسف دي حاجة بتضيع شغل ومشاريع ناس كتير. فحط لنفسك كل يوم 30 دقيقة على الأقل إن أنت تفكر تفكير استراتيجي للشغل أو البيزنس بتاعك، وبعد أسبوع واحد بس أنا متأكد أنت هتشوف فرق عامل إزاي.